لما بتدخل في علاقة جديدة وانت في بدايتها بيجيلك شوية رسائل تحذيرية بتقولك ان الشخص ده مؤذي، بس للأسف انت بتبقى مغيب ومش بتهتم بالرسائل دي. اول رسالة، رسالة الانبهار. لما بتنبهر بحد قوي في بداية العلاقة ما تفرحش، لان دي رسالة بتقولك خد لك في سنانك واجري بسرعة، لانه شخص غير سوي ومؤذي. حد هيقولي طب انت حكمت عليه كده ازاي؟ انا هسألك سؤال، عمرك انبهرت بشخص قوي وحبيته بسرعة من اول لحظة وفي الاخر ما خذلكش وطلع عكس توقعاتك؟ اكيد حصل. عود نفسك بقى، اللي تحبه وتتعلق بيه بسرعة تأكد ان هو ده الخازوق الجديد اللي في حياتك زي ما بقول لك كده. اما تاني رسالة، احيانا لما بتشوف شخص ما معين بتحس انك متوتر ومخنوق ومتضايق ومش طايق نفسك، والغريب ان الشخص ده اصلا ما عملكش اي حاجة وممكن يكون ما تعملش معاك، بس دي برضو رسالة تحذيرية وبتقول لك ان الشخص ده من جواه ليك كره وحقد وغيرة منك، وحدثك او احساسك الداخلي هتلاقيه بيقول لك الكلام ده، وفي الاغلب بيكون صح. اخر رسالة وهي رسالة انه عمره ما هيسيبني. لما يكون في علاقة مع حد بتحبه وتثق فيه قوي وتديله كل حاجة، كل ده كلام جميل انا مش مختلف معاك عليه، لا وكمان تفضل تقول في ابيات شعر ده حبيبي ده روحي ده الدنيا كلها لو سابتني هو مستحيل يسيبني. اهو ده بقى يا حزين تأكد انك هتاخد واحد بلوك منه. ما حصلش. ليه؟ علشان انت اديته اكتر من حقه ونفخته عليه، فاول ما فرقع قال لك كتير. انت خد بالك من الرسائل دي وما تحاولش تتجاهلها.